السؤال الثاني يا شيخ الله يحفظك. وياك. عندما واحد يروح يعني يستنجي من المي، يستنجي عفوا من البول، فبدخل قطرات من الاستنجاء في مقدمة الذكر، ماشي من المقدمة، يعني أستطيع أن أرى هذا الماء. طيب وبعدين ما السؤال؟ يعني هل هو نجس أم غير نجس؟ مع العلم أنه يخرج سريعا يعني بعد ما خلص استنجاء. أنا فاهم، والله ما أنا فاهم سؤالك، أنت غريب الشكل. يعني وأنت تستنجي تدخل مياه داخل العضو الذكر وأنت تستنجي؟ يدخل في المقدمة فقط، لا يدخل بالذكر كامل، يعني بالمقدمة فقط أستطيع يعني أن هي ماسورة يعني الفتحة ماسورة يعني ولا إيه؟ مش فاهم. ما توسوس يا حبيبي، مش فاضيل لك والله. لا توسوس. والله ما هو وسوسة. هقول لأبيك وديك مستشفى الأمراض العقلية، في واحد كده. مش موسوسة يعني فتحة البول عندك ماسورة؟ لا يا شيخ، بالمقدمة فقط، بالمقدمة عند الحشفة فقط من المقدمة. طيب مش هو ماء نظيف وانت بتستنجي؟ ماء نظيف دخل وخرج، خلاص اللي يدخل نعم ويخرج توضأ، ايه المشكلة؟ طيب خلاص الله يحفظك. الله يبارك فيك. السؤال في سؤال تاني؟ الله يهديك، ماشي هات. طيب اوعى تثبت تهمة الهبل على نفسك. اسأل سؤال محترم، لأن هتثبت التهمة. إن شاء الله إن شاء الله.